مشاهد قتل وتفجير تأبى إلا أن تطيل مكوثا في الصومال. تفجيران يقول شهود عيان إن أحدهما نفذ بسيارة ملغمة وتلاه الآخر بتفجير شخص نفسه، وقد هز مطعما يرتاده ساسة وصحفيون جنوب العاصمة مقديشو. أسفر الهجوم عن مقتل عدة أشخاص وجرح عشرات نقلوا فورا إلى المستشفيات. عدد ضحايا التفجيرين كبير، فقد وصل إلى هذا المستشفى حتى الآن 12 قتيلا و37 مصابا، 24 منهم في حالة خطيرة. المسؤولون الحكوميون الذين وصلوا موقع الحادث وصفوا التفجير بالبشع، وحملوا المسؤولية حركة شباب التي قالوا إنها معادية للسلام. كما ترون حدثت اليوم مصيبة وخسائر بشرية ومادية كبيرة نفذتها مجموعة معروفة مناهضة للسلام والاستقرار، ونحن الآن نسعف الجرحى وسننقلهم إلى المستشفيات. هلع واستفار أمني مكثف هيمن على المكان، بينما لم يتأخر إعلان حركة شباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم التي أكدت أن المطعم كان وكرا لاستخبارات محلية وأجنبية. ويثير هذا الهجوم الذي يتزامن مع انتهاء مؤتمر وطني نظمته الحكومة الصومالية للتشاور مع القوى السياسية المختلفة بشأن العمل على استقرار البلاد، أثار تساؤلات لدى المراقبين عن مدى نجاح الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة وتعهداتها بضبط الأمن في العاصمة. كل الإجراءات الأمنية التي تقوم الحكومة والأجهزة الأمنية غير ملائمة لتعزيز الوضع الأمني المتدهور في الآونة الأخيرة، وهذا يدل على أن الحكومة قد فشلت فشلا ذريعا في أداء مهمتها لضمان الأمن والاستقرار للشعب الصومالي. ولعل الجهة المنفذة للهجوم أرادت أن تبعث رسالة تحد إلى الحكومة وإلى الاستراتيجيات الأمنية المتبعة للحفاظ على أمن مواطنيها. وحتى تنجح الحكومة في توفير قوات ذي خبرة وكفاءة للتعامل مع التعقيدات الأمنية الحالية، يبدو أن الحالة الأمنية في العاصمة ستبقى على حالها. عمر محمود، الجزيرة، مقديشو.